الرسالة إلى العبرانيين أو رسالة القديس بولس إلى العبرانيين التي شرحها القديس يوحنا الذهبي الفم هي رسالة كهنوتية بامتياز، تحدثنا عن يسوع الكاهن، الكاهن الأعظم، الكاهن الوحيد بعد موته على الصليب. كهنوت العهد القديم زال، لم يعد موجود منذ دمر هيكل أورشليم سنة 70 بعد المسيح. كانوا كهنة عديدين، 24,000 كاهن يقدمون الذبائح، ولكن هذه الذبائح لم تكن تفي بالمراد، لأنها لو وفت بالمراد لما كانت الحاجة إلى تقديم الذبائح سنة بعد سنة. أما المسيح فقدم نفسه مرة واحدة ذبيحة على الصليب، وهذه المرة كافية لكي تغفر خطايا البشرية منذ بدايتها حتى نهايتها ومجيء المسيح الثاني. هي ذبيحة واحدة لا تتكرر. وإذ الكاهن يقدم الذبيحة، يقدم القداس، العشاء الرباني، العشاء السري، فهو لا يخلق ذبيحة ثانية، بل كل ذبيحة، كل قداس يأخذ نعمه، يأخذ عظمته من القداس الأول الذي أقامه المسيح على الصليب عندما تم خلاص البشرية، وهو الذي قال من على الصليب تم كل شيء. نعم، تم كل شيء، فلا حاجة إلى ذبيحة أخرى. ونحن حين نعيش القداس ندخل في جو الصليب، نكون بجانب الصليب مع مريم أم يسوع والتلميذ الحبيب. التلميذ الحبيب هو كل واحد منا. أنا التلميذ الحبيب إذا أردت أن أحب يسوع. أنت كل واحد منا هو التلميذ الحبيب، وهو بجانب مريم العذراء أم يسوع بجانب الصليب. التلميذ الحبيب هو هنا، ونحن في قداسنا إما أن نكون تلاميذ أحباء ليسوع المسيح، وإما لا فائدة من قداسنا، عمل عادي، عمل روتيني لا يبدل شيئا في حياتنا. أما مريم فحين كانت عند الصليب يقول الإنجيل كانت واقفة، آمنت بالقيامة قبل القيامة، والتلميذ الحبيب أخذها إلى بيته. فأي مسيحي لا يأخذ مريم إلى بيته لا يكون ذاك التلميذ الحبيب، ولو دعا نفسه معمدا، ولا اعتبر نفسه أنه وحده من المؤمنين، لأنه لا يؤمن إلا بشفاعة الابن وحده. الابن هو الشفيع والشفيع الوحيد، ولكنه جعلنا شفعاء معه، وأول شفيع وأول شفيعة هي مريم العذراء، لا لأنها تأخذ من درب ابنها شيئا، بل هو الابن يشركها مع ذبيحته كما يشرك كل واحد منا. وإلا لماذا نقول لهذا أو لهذه صل من أجلي؟ لماذا يصلون من أجلنا إذا كانت صلاتنا لا تنفع؟ كلنا شفعاء بعضنا لبعض، كلنا نساعد بعضنا بعضا، كلنا نصلي بعضنا مع بعض. هذه هي الرسالة إلى العبرانيين، رسالة كهنوت المسيح. هو الكاهن، والكاهن يصل السماء بالأرض. الكاهن هو من السماء ومن الأرض، وكذلك كان يسوع الإله جاء من عند الآب وأتى إلينا، وفي الصعود عاد إلى الآب، ولكنه بقي معنا
وهو الذي قال: أنا معكم كل الأيام حتى انتهاء العالم. والرسالة إلى العبرانيين، هذه الرسالة بدأت تحدثنا عن الابن الذي هو الله، هو ابن الله، وأعطته كل الصفات. كل الذين سبقوه هيئوا مجيئه. كل الكلمات التي قيلت من قبل يجب أن تنتهي في من هو الكلمة يسوع المسيح. مثل الأنهر التي تصب في البحر، إذا كانت لا تصب في البحر تنتهي في مستنقعات لا قيمة لها. أما إذا النهر صب في البحر فيصبح وسعه وسع البحر. والبحار كما نعرف هي 3/4 الكرة الأرضية. والأنبياء كل أقوالهم صبت في البحر، في بحر يسوع المسيح. ويسوع قلنا عنه هو بهاء مجد الله، هو النور. أما مجد الله فالمجد هو ظهور الرب على الأرض. الله لا يرى، فكيف نستطيع أن نتكلم عنه؟ لا شك هو لا يرى في ذاته، لأنه فوق العيون وفوق الآذان، هو فوق البشر بما لا يحد، ولكنه يرى من خلال أعماله. الطبيعة تدل على مجد الله. تقول الحكمة، سفر الحكمة: إذا كنت أيها الإنسان تعبد الشمس لأنها جميلة، فاعبد الله الذي هو أجمل منها. إذا تعلقت بالبحر لأنه عظيم، فتطلع بالله الذي هو سيد البحر، الذي خلق البحر. مجد الله حاضر في الطبيعة، مجد الله حاضر في كل واحد منا، خصوصا في حياتنا. حياتنا هي مجد الله. والرسول بولس قال لنا: إن أكلتم أو شربتم أو مهما عملتم فاعملوا ذلك لمجد الله. طعامنا مجد لله، صلاتنا مجد لله، تسلياتنا مجد لله. نعم، الله مجده حاضر، بل هو حاضر من خلال مجده. والرب يسوع قال لنا: أنتم نور العالم، أعمالكم الحسنة تمجد الآب الذي في السماء. نعم، نحن مجد الله. وقال القديس إيريني أسقف اليوم في فرنسا: مجد الله الإنسان الحي، الإنسان العائش يوما بعد يوم. إذا كنا صورة الله فنحن ندل على حضور الله، وهذا يعني الاحترام بعضنا لبعض. كيف أنا أجدف على صورة الله؟ كيف أنا أحتقر صورة الله؟ ما هذا مريض، هذا معاق، ومع ذلك هو صورة الله على الأرض، هو مجد الله على الأرض. ولكن من أين لنا هذا المجد؟ من يسوع المسيح الذي هو وحده الصورة الكاملة للآب. نحن صورة، ولكننا نشبه صورة الله. لهذا كل هذا يصل بنا إلى موضوع تأملنا اليوم. هذا الابن هو صورة جوهره، صورة جوهر الآب. هذا هو عنوان تأملنا اليوم. بدأنا بعيدا حتى نصل إلى جوهر الآب. لا يحق لنا حالا أن ندخل في هذا الجوهر. في الماضي كانوا يجعلون الملاك بين الله وبين الإنسان، فالإنسان لا يتصل حالا بالله، بل يكون هناك نوع من عازل.
إذا قرأنا سفر الخروج فصل 3 نفهم أن موسى أمام العليقة الملتهبة من كلمه أولا؟ ملاك الرب، والملاك هو رسول من عند الله. وفي أي حال الرسول لا يحل محل الله، الرسول لا يحل محل من أرسله. لكن تلك تعابير نقول فيها بأننا لا نصل حالا إلى الله، هناك مسافة بيننا وبين الله. وتقولون إذا كان الله أبانا هل من حاجة إلى مسافة؟ بعض المرات نعم، لأن يسوع هذا الإنسان الذي كان شبيها بنا في كل شيء هو ابن الله، هو العظمة بالذات، هو من يخاف السرافيم والكروبيم أن يقتربوا منه. في الماضي ما كانوا يتصلون بالله حالا فيقولون كلمة الله، بالسرياني ميمرا أو بالعبراني أو بالأرامي ميمرا، كلمة الله فعلت هذا، كأنهم يريدون أن ينزهوا الله عن الأعمال البشرية، وذلك بالرغم مما نقرأ في الكتاب المقدس. مثلا مع آدم كان الله يتمشى في الجنة، ونزيد مع آدم كأن به إنسان من البشر. وفي خبر برج بابل يقولون نزل الله ليرى ماذا يفعل البشر، وعقلهم صغير جدا، يريدون أن يبنوا برجا يصلون به إلى السماء ويتحدون الله في أعلى سمائه. هي طرق تشبيهية، ولكن الله يبقى فوق كل هذه التشابيه. ونعرف من هوشع حين يطلبون من الله أن يتصرف كما يتصرفون، قال أنا إله، أنا الله لا إنسان، أنا القدوس بينكم، لا تستطيعون أن تتعاملوا معي وكأني إنسان من الناس، تجعلون في الغضب ولا غضب عندي، فأنا طويل الروح طويل الأنات صبور، أنتظر عودة الخاطئ. لا تستطيعون أن تجعلوا الله مع الإنسان. ولكن كيف نقترب من الله؟ كيف نعرف الله؟ من يسوع المسيح. وموضوعنا اليوم المسيح صورة جوهره. ونقرأ أحبائي الرسالة العبرانيين الفصل الأول آية 2 و3. 2: ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا الآب بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم، هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته، ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا. آية 3 نعيد القراءة: هو بهاء مجد الله. ذاك كان حديثنا في المرة الماضية، واليوم هو صورة جوهره. ما هو الجوهر؟ الجوهر هو عمق الشخص البشري الذي لا يستطيع أحد أن يدخل إليه. هو الإنسان في عمق أعماقه الذي لا يعرفه إلا الله. فالرجل لا يستطيع أن يعرف امرأته في العمق وفي العمق، والمرأة لا تستطيع أن تعرف زوجها في العمق والعمق. جوهر الإنسان أبعد من كل إنسان. يقول يوحنا عن يسوع المسيح:
هو الذي يعرف ما في الإنسان. نعم، وحده الله يعرف ما في الإنسان، أما الإنسان فلا يعرف ما في الإنسان. تبقى معرفته في الخارج ولا تدخل إلى الداخل. أما يسوع فيعرف جوهرنا، يعرفنا في الأعماق. فإذا كان جوهر الإنسان يصعب أن نعرفه، فماذا يكون جوهر الله؟ لهذا شدد الكتاب وبقساوة: لا تصنع لي صورة، لا تصنع لي تمثال. تريدون أن تجعلوا جوهر الإله في بعض الخشب، في بعض القصدير، في بعض النحاس. تريدون أن تحصروني في بعض الذهب وتحملوني على أكتافكم، أو تجعلوني في جيابكم تمثالا صغيرا. كلا. لهذا جاءت ردة فعل موسى قاسية حين صنع أخوه هارون ذلك العجل الذهبي. حطم لوحي الوصايا. ولو يا موسى تحطم لوحي الوصايا اللذين قيل فيهما كتبهما الله بإصبعه، كيف تفعل هذا يا موسى؟ ويأتي الجواب: من يسر أن يجعل جوهر الله في بعض الذهب أو في بعض المعادن. أتعرفون يا شعبي الخطيئة الكبيرة التي صنعتموها؟ تريدون أن تصوروا جوهر الله الآب. أي خطيئة كبيرة، أي جريمة! الله لا يصور. الله يقول يوحنا: لم يره أحد قط ولا يمكن لأحد أن يراه. شبهوه بالنار التي تحرق، فمن يسر أن يقترب من الله؟ قالوا الله نور محرقة. وخاف ولدا شمشون، خاف موسى، وقال له الله بكل بساطة: لا تستطيع أن ترى وجهي. وكذا قال لإيليا. ماذا رأى؟ رأى الرب بعد أن مر أمامه. مؤكد مرور روحي. مر الله إن ترك الخليقة، ترك الإنسان صورته ومثاله، ترك عمله في قلب كل واحد منا، في حركات كل واحد منا. هذا هو حضور الله. ولكن مع يسوع المسيح حضور الله لم يعد مستحيل، بل صار أمرا بسيطا. يقول يوحنا: الله لم يره أحد قط، ولكن الابن أخبرنا عنه. نعم، جاء من عند الآب ويعرف ما عند الآب، لهذا يستطيع أن يخبرنا عن الآب. ولما سأل التلاميذ بعد العشاء السري: أرنا الآب وهذا يكفينا، ماذا أجاب يسوع؟ يا فيليبا، من رآني رأى الآب. أنت تراني، تسير معي، تأكل معي، تشهد أعمالي، وتسأل عن الآب. من رآني رأى الآب. انظر أعمالي، هي أعمال الآب. اسمع أقوالي، هي أقوال الآب. تعرف إلى محبتي، هي محبة الآب. حين أخبرتك يا فيليبا، حين أخبرتكم أيها الرسل عن ذلك الأب المحب الذي استقبل ابنه الضال، ماذا اكتشفتم؟ أن الله هو أب وأم تحركت أحشاؤه حين جاء ابنه.
تريدون أن تروا الآب؟ ها هي صورة الآب. الابن هو صورة الآب، الابن هو صورة جوهر الآب. لا نستطيع أن نعرف الآب إلا من خلال الابن. وهنا دور المؤمن الذي يقرأ الأناجيل ليكتشف شخص يسوع، ليكتشف شخص ابن الله، وبالتالي يكتشف الله. نعم، الابن وحده هو الصورة الكاملة لله. نحن مخلوقين على صورة الله ومثاله. ما هي صورة الله؟ هو الابن. الابن تجسد، صار أمام الرب المثال، النموذج، واستطاع أن يخلق الإنسان. وتقولون ولكن الابن تجسد منذ 2000 سنة. هذا في التاريخ. أما في اللاهوت كما يقول بولس الرسول، الابن هو بكر الخليقة كلها، هو الصورة التي جعلها الآب أمامه لكي يخلق الكون. يقولون اليوم 10 مليارات سنة، ويمكن أن يقولون 20 مليار و50 مليار، لا هم. الابن هو البكر، الابن هو الأول. جعله الآب مثالا، وعلى هذه الصورة الكاملة التي أمامه خلق العالم وقال إنه حسن، وخصوصا خلق الإنسان رجلا وامرأة وقال هو حسن جدا. هذا هو الابن، صورة جوهر الآب، هو الصورة الكاملة التي تدلنا على الآب. ولهذا لما قال لنا يسوع في الإنجيل كونوا كاملين كما أن الآب كامل هو، نسأله وأين هو الآب ونحن لم نره؟ فيجيب من رآني رأى الآب. ويقول لنا الرسول تشبهوا بالله كالأبناء الأحباء. كيف نتشبه بالله ونحن لا نراه ونحن لا نعرفه بمعرفتنا البشرية؟ ويأتي الجواب، المسيح عرفنا إلى الآب من خلال أعمال يسوع. تعرفنا إلى أعمال الله، غفر لصالبيه من أعلى الصليب، فعلمنا الغفران ليغفر بعضكم لبعض ولا تغيب الشمس على غضبكم. الآب يعطي ولا يطلب أن نرد له ما أعطانا إياه، ونحن نعطي مثل الآب. حين نعطي نتشبه بالآب، حين نغفر نتشبه بالآب، حين نحب نتشبه بالله. نعم، تشبهوا بالله كالأبناء الأحباء. أين هو الله؟ هو حاضر في يسوع المسيح، صورة جوهره، وهذه الصورة تبقى حاضرة حتى نهاية العالم، إلى أن نرى الله وجها لوجه. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا يسوع. آمين. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة، لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين.